علاش اصريت على انني ناخذ الكلمه في هذا الامر؟ لانه بالنسبه لي المسؤوليه ماشي مسؤوليه ديال رؤساء الفرق وحدهم، وماشي مسؤوليه ديال مكتب اللجنات الماليه وحدها، هي مسؤوليه من حقنا نعبروا عليها كنائبات ونواب داخل اللجنه ديال الماليه، ولا احد من حقه انه يصادر حقنا في التعبير على راينا في هذا الموضوع. اولا الموضوع ديال معاشات البرلمانيين والبرلمانيات هو موضوع مطروح في الساحه الوطنيه، المغاربه كاملين تيتحدثوا عليه بطريقه شعبويه، بطريقه عقلانيه، بطريقه واقعيه، بطريقه خياليه. هذا امر ما تيعفيش على انه هو داخل في الشان العام اللي تيهتموا به المغاربه، وماشي اول موضوع تيثيروه المغاربه اما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتيشتغلوا عليه وتيوركوا عليه وتيحاولوا يديروا التغيير ديال هذه القوانين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. بمعنى انه اليوم اللي تيقول على ان ماشي وقت هذا الشيء، انا شخصيا لا اتفق معه. علاش ماشي وقت هذا الشيء؟ وسمحوا لي لانه دقيقه لا غادي نتكلم غير في هذا الامر اللي غتسمح لي السيد الرئيس، من حقي نعبر على رايي. علاش ماشي وقت علاش بان هذا الشيء خصو يتحسن فيه؟ لانه فات وقته السيد الازامي، ولانه الكثير من الملابسات المرتبطه بالعمل السياسي مرتبطه بعدم الوضوح مع المغاربه في هذا الموضوع بالضبط، ولانه في النوبل ديال الممارسه السياسيه تيبدا باننا نكونوا صادقين مع المغاربه والمغربيات. قوانين كثيره ومشاريع قوانين كثيره ودول تغييرات الانظمه فيها بوسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى انه كل النقاشات التي يثيرها المغاربه هي نقاشات مهمه جدا. عيب علينا كاملين اننا نجيو في هذه اللحظه وفي هذه القاعه بالضبط ونقولوا باننا ما تناقشوش الاولويه عند المغاربه. من نهار بدات الجائحه في القاعه ديال المغربيه الى الان لم نبخل لحظه واحده على نقاش كل القضايا ديال المغاربه، الى درجه اننا رجعنا من السيد وزير الماليه بحال هو رئيس الحكومه، ناقشنا معاه كاع الجوانب ديال الحياه ديال المغاربه بكل طبقات ديالهم وبكل مناحي العمل ديالهم. اليوم اللي عنده مشكل اجتماعي ماشي غير عند البرلماني السابق، عند كل مغربي ومغربيه اللي ما لاقيش الخدمه، ما لاقيش العمل، ما عندوش التغطيه الصحيه، ما عندوش التغطيه الاجتماعيه. وهذا الشيء قالوا اعلى سلطه في البلاد اللي هو الملك محمد السادس، وقال بانه خاص تغطيه اجتماعيه شامله وخاص تامين صحي شامل. بمعنى حتى هذا البرلماني السابق مع كامل احتراماتي الادوار المهمه اللي ادوها لبلادنا وانتماءاتهم وكامل احتراماتي لكل ما قدموه لبلادنا، الا كانت خاصه التغطيه الصحيه حتى هو ينطبق عليه ما ينطبق على باقي المغاربه، ولا كان خصو التقاعد ينطبق عليه ما تنطبق على باقي المغاربه. ليس لدينا درجات من المغاربه، لدينا درجه واحده، متساوون متكافئون الفرص في التغطيه الصحيه وفي التغطيه الاجتماعيه. اليوم هذا النقاش خصو يسالي. علاش؟ لاننا حنا عيينا من الوصم الذي نوصم به كبركان نواب ونائبات برلمانيات، عيينا من ان يتم التعامل مع العمل الجبار اللي تقوم به الساده والسيدات المنتخبون في المغرب كامل ومع ادوار المؤسسات المنتخبه على اساس بانها ريع وليست عمل ضروري للمصلحه الوطنيه. وعينا اكثر من هكا على اننا في كل مره تنجيو نتحدثوا على حالات دون ان نعرف عددها ودون ان نعرف ارقامها ودون ان نعرف حقيقه وضعيتها الاجتماعيه. اليوم المغاربه كلهم عاناو من كورونا، الان مغرب اخر، مغرب ما لقاش من توقفات الخدمه راه درنا لي كوتيزاسيون مع بعضياتنا تضامنيه باش نعاونوا المغاربه باش ياكلوا وباش يعيشوا، وكلنا ساهموا الالاف من المغاربه ساهموا. خصنا نوقفوا مع الممارسات السابقه، واذا كانت امور ماديه خصها تصلح ومرتبطه بالعمل نبيل السياسه خصنا نقوموا بها، لا في التعويضات، لا في تقاعد الوزراء، لا في تقاعد النواب. اليوم تناقشوا تقاعد النواب، نفضيو هذه النقطه، نفضيو تقاعد النواب. انا مع تصفيته، مع الغائه بشكل نهائي وكلي. وبالنسبه لي اي حاله اجتماعيه يمكن تناقش وتطرح بحال باقي المغاربه،
بنفس النظام ديال باقي المغاربه. وما نساوش نهائيا اننا في بلاد داخل الاسر المغربيه متربين على التضامن ومتربين على التكافل مع بعضياتنا، وهذا الشيء تعاوننا وتعاون الاسر ديالنا كاملين. وتقاعد الوزراء خصو يتناقش ايضا لانهم لا يساهمون، وكي اغلب لا يساهمون ابدا فيه، وتنظن بانه ماشي ديمقراطي وماشي سليم وماشي اخلاقي انهم يبقاو يستبدوا فيه. ونجيو للمرحله الثالثه يمكن ما يحصلش ان احنا نديروها في الولايات الشرعيه ديالنا ونتمنى الدار المستقبل، التراكم التعويضات وهذا الشيء ديال التعدد المهام وتنافيها وكذا يتناقش. هذا مغرب مفتوح على المستقبل، نخب فيه كانت متكدسه، اليوم نخب فيه تنفتح على الشباب، تنفتح على طاقات جديده. مستقبلا هذا الشيء حتى هو يتناقش وخصو يتناقش. ولكن اليوم انا بالنسبه لي بوضوح مع تحديد تاريخ اعاده اجتماع هذه اللجنه لمتابعه النقاش في هذا الموضوع وتصفيته نهائيا. ثاني حاجه مع اننا نديروا لجنه تقنيه من الفرق انها تستمر في هذا النقاش. ثالث حاجه السيد الرئيس، اريد ان اذكرك بان هذه الخلاصات اللي علمت عليها قبل هي نفسها اللي كانت الخلاصات في النقاش السابق. ابان المقترح المشترك ما بين الفرق كامله. بركه من تقسيم المغاربه لدرجات، بركه راح شفنا كيفاش المغاربه ما عندهمش الصحيه وكيفاش ما عندهمش وبانت اهميه التغطيه الاجتماعيه في المرحله ديال الكوفيد. احنا كنا بحال نمشيو للقدام، بمعنى انه علاش طلبت التدخل ديالي باش ناكد المقترحات ديال الاخ اليزاني. خصنا نحددوا الموعد 15 يوم، هي 15 يوم، وخصنا نحسموا في هذا النقاش، نحسموا في الموضوع ديال التصفيه باش نمشيو للقدام في مواضيع اخرى، تقاعد الوزراء ومن بعد منها التعويضات، وحتى شي حد ما يجي يقول لنا راه عندنا ناس تطلب، لان المغاربه كاملين تيطلبوا وكلنا فقدنا مصدر ديال العيش موازي العمل ديالنا في البرلمان، وكاين اللي فقد بزاف الحوايج وكاين اللي استمر وكل شيء. وغدا ملي غنخرجوا من البرلمان غنرجعوا لخدامنا الاصليه بكل فخر وبكل اعتزاز، لاننا ما جيناش عطاله للبرلمان، جينا خدامين وغنرجعوا لخدمتنا. وشكرا.